السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايبي كل سنة وانتم طيبين. النهاردة 20 رمضان 2023 ان شاء الله باذن الله. في الفيديو ده هعمل لك من صدرين فرخة او نص فرخة، هعمل لك الكمية الكتيرة دي اللي انت شفتيها تكفي من 4 ل5 افراد فراخ ستريبس بطريقة سهلة وسريعة وجميلة جدا، واي بنوتة صغيرة تقدر تعملها. وفعلا عندي بنوتة صغيرة روان حبت تساعدني وقالت لي ده طبخة سهلة جدا يا ماما وانا اللي هعملها لك. بس طبعا لازم ابقى مراقبة ليها، وانا طبعا بحاول اكبر خاطرها. هي الحمد لله بتعمل يعني شوية شوية، لكن زي ما انتم شايفين هي عاملة صوابع الفراخ اشكال فضائية، فانا بحاول اظبط لها الدنيا شوية يعني بقدر الامكان. هتمسكي نص صدرين الفرخة، يعني اي وزن فراخ، يعني لو فرخة 2 كيلو 2 ونص 2 وربع برضو هتمشي معاكي وهتبقى كويسة جدا. والصدرين الفرخة هيعملوا معاكي الكمية اللي انت شفتيها في اول الفيديو، هتكفي من 4 ل5 افراد. تعمليها بقى في سندوتشات، تاكلوها جنب رز مثلا، جنب شويه مكرونه مبكبكه كده، حاجه خفيفه وسريعه ووجبه اقتصاديه وكمان برضو بروتين. المهم يا ستي، بعد ما قطعناها صوابع بالشكل ده كده، الخلطه بقى او التتبيله دي ثابته معايا يا جماعه في كل المشويات وفي كل سواء مشويات بقى فراخ او لحوم. قرن فلفل حار او شويه شطه، لو هتستبدلي بقى شويه شطه وتحطي بدلهم قرن فلفل يعني رومي او فلفل مش بيحرق يعني. طيب معانا حبتين طماطم، ومعايا بصلايه كبيره، معلقه كركم، ومعلقتين كاتشب كبار. يعني لكل صدر فرخه بحط معلقه كاتشب. لو انت عامله 3 صدور تحطي 3 معالق، او لو انت عامله صدرين حطي معلقتين كاتشب. معايا معلقه كمون على فلفل اسمر، ومعلقه من بصل البودر، ومعلقه توم بودر، وكمان معلقه من توابل الفراخ، ومعلقه عسل او سكر، او يعني عسل اسود او عسل ابيض، او معلقه سكر. تمام. او ممكن تستبدلي الثلاثه دول بمعلقه دبس الرمان، بس انا مش بستخدم والله الحاجات دي، لان الحاجات دي كلها فيها مواد حافظه. بستبدلها بالحاجات الصحيه. يعني ممكن تحطي معلقه سكر او معلقه عسل اسود او معلقه عسل ابيض بدل دبس الرمان. معلقه ملح، وانا قلت معلقه من بهارات الفراخ او اللحمه. هاخد بقى كل الخليط ده افرمه في الخلاط. طبعا مش هقدر اجيب لك فرم الخلاط لان الخلاط بعيد جدا عن الرخامه وبعيد عن الاضاءه، فانا هفرم كل الخليط ده في الخلاط وهرجع لكم تاني بعد ثواني ما تمشوش بعيد. اضغطي لي بقى لايك، وكمان اضغطي على زرار الاشتراك اللي تحت الفيديو. بعد ما فرمت كل التوابل مع الحاجات دي كلها مع البصل والثوم، كل ده فرمته في الخلاط. هنقع فيه صوابع الستريبس، سواء مثلا فراخ هتشويها برضو هتنقعيها في نفس الخلطة. بعمل التتبيلة دي يا جماعة لكل المشويات وكل سواء فراخ سواء بانيه سواء فراخ ستريبس سواء لحوم. كل يعني الخلطة دي بعملها لكل المشويات او المحمرات اللي هي بالنسبة للفراخ يعني او اللحوم. طبعا هتنقعيها. انا كده كان الساعة 10 الصبح، وطبعا المغرب بيأذن على 6:30، يعني الساعة 5 المفروض يكون بقلي فيه. سيبته حوالي 4 ساعات. انت الافضل تسيبيه اطول فترة ممكن، يعني الافضل تعملي التتبيلة دي من الليل وتصبحي بقى تاني يوم على الظهر كده تقليه. لكن انا طبعا ما لحقتش او ما كنتش مقررة ان هعمل فراخ ستريبس اصلا، بس لقيتها وجبة اقتصادية جنب، يعني مرة يوم أكل شعبي ويوم وجبة اقتصادية ويوم تاني مرة كده ومرة كده عشان الدنيا تمشي يعني. وطبعا زي ما انت شفتي الصدرين فرخة عملوا لي طبق كبير هيكفي من 4 ل5 أفراد، جنب شوية مكرونة مبكبكة بقى، أو مثلا هتحطيها في سندوتشات. طبعا هجيب شوية دقيق برضو بما إنها وجبة اقتصادية، فأنا مش ممكن ما تستخدميش الفيجيتار. لكن انا كان عندي فيجيتار متوفر فعملت ميكس بين الدقيق والفيجيتار. حطيت شويه فيجيتار على شويه دقيق، والتوابل هي نفس التوابل اللي حطيتها في الخلطه الاولانيه: كركم، فلفل اسمر، وكمون، معلقه بهارات لحمه، بصل بودر وتوم بودر وملح. لو عايزه تضيفي اي توابل تاني من عندك براحتك. المهم يا ستي هتاخدي بقى ركزوا معايا في الخطوه دي، لان الخطوه دي طبعا مختلفه عند كل الناس، مش كل حد بيعملها بنفس الطريقه. انت هتاخدي سواء البانيه او الصوابع الستريبس او اي حاجه، يعني انت هتحطيها في الدقيق تمام او الفيجيتار بالشكل ده كده وتضغطي عليها. بعد ما تخلصيها كلها، لان طبعا اختصرت خطوه من الفيديو عشان وقتكم انتوا. الفيديو هيطول جدا، فانا اختصرت خطوه. انا كده بقلب الصوابع الستريبس في الدقيق تمام. وبعد كده هاخدها تاني هرجعها في الخلطة، وارجع اخدها تاني ارجعها في الدقيق.
يا رب تكون المعلومة كده وصلت. يعني بضربها بقلبها في الدقيق كويس، بضغطها في الدقيق وبعدين باخدها ارجعها تاني في الخلطة وبعدين ارجعها تاني في الدقيق، يعني بكرر الخطوة اللي قدامكم دي مرتين. تمام. طبعا هتقولي ليه الفيلم ده كله؟ هقولك علشان، او ليه الكركبة دي كلها؟ هقولك علشان في ناس بتحب الكفر بتاع الفراخ او البانيه بتحبه تخين شوية، واحنا من الناس دي. طبعا لو انت عايزه الكفر مش تخين او عايزاها كده اللحمه تبقى باينه معاكي، خلاص يبقى هي مره واحده زي كانك بتعملي سمك بالظبط وتحطها في الزيت وخلاص. لكن لو انت عايزه الكفر يبقى تخين شويه على الفراخ، يعني تكبري حجمها بقى. لو انت تكبري حجمها للشكل العام كمان يعني. غير ان الخلطه كمان برضو تبقى حلوه، لان طبعا فيها توابل وبصل وثوم وكده، فبتبقى حلوه يعني على الفراخ. المهم يا ستي زي ما قلت لك هكرري الخطوه دي مرتين لو انت عايزه الكفر تخين. لو مش عايزه الكفر تخين خلاص تاخديها مره واحده من الدقيق تجي قليها وخلاص على كده. طبعا انا الزيت ده قليت فيه قبل كده. تمام. انا كنت مطلعه الاول يعني حطيت مره وطلعتها وبعدين حطيت مره تانية. بحط مره تانية معاكم لان طبعا ما صورتش المره الاولانيه، كنت افكر الكاميرا مفتوحه بس طلعت مش مفتوحه. المهم عشان بس ما تقوليش الزيت عامل كده، لا الزيت نضيف جدا واول مره احطه والله، بس انا قليت فيه مره وطلعته. انا عايزه اقول لكم على معلومه بالنسبه للزيت يا جماعه، عشان الزيت لما بتقلي فيه كذا مره فعلا فعلا بيسبب سرطانات والله، يعني ربنا يعافينا ويعافيكم. حطي كميه قليله واقلي فيه مره واحده، بدل لان في ناس بتحط كميه يعني ناس قريبه جدا مني والله، كنت اعرفه لكن حذرته كتير. بتيجي مثلا في حله زي دي غويطه او في حاجه غويطه او في طاسه غويطه مثلا، تحط كميه زيت كتيره جدا، تحط مثلا ازازه سليمه او كميه كبيره جدا، وتقولي خلاص بدل ما كل مره احط زيت تبقى الزيت كده يعني كتير واقلي فيه مره واثنين وثلاثه. لا خطر جدا، خطر خطر. انت حطي شويه صغيرين واقلي منهم مره واحده وخلاص على كده. يعني انا اللي بيفيد من هنا ممكن اصفيه بمصفى واعمل بيه مثلا شويه مكرونه. انا فعلا حاطه جنبكم شايفين البصله مجهزاها. هصفي من الزيت ده واحط على البصله. كنت هعمل مكرونه مبكبكه بس للاسف ما عرفتش اصورها لكم. زي ما انتم شايفين الصوابع شكلها يفتح النفس زي بتاع المطاعم بالظبط، ما تفرقش حاجه الا ان روان بس عامله الصوابع اشكال فضائيه. يعني انت حاولي تظبطي صوابع الفراخ شويه وانت بتقطعيها. مقرمشه جدا، ريحتها رهيبه جدا زي والله بتاع المطاعم، ما تفرقش حاجه. هتفرحي اولادك وهتعملي لهم اكل مطاعم في البيت كمان. زي ما انتم شايفين الكفر عامل ازاي، وكمان مستويه الفراخ من جوه ومقرمشه من بره وطريه من جوه. جنب شويه سلطه بقى، او مثلا لو انت هتعملي مكرونه مبكبكه او رز زي ما قلت لك رز اصفر، وجبه اقتصاديه وشهيه وتفتح النفس وكمان بروتين، وهتوفر عليكي كتير في نص الاسبوع ولا حاجه. اتمنى ان اكون عملت حاجه تفيدكم او تكوني استفدتي حاجه من الفيديو. يا ريت ما تنسيش تضغطي لايك